لقاء الأشقاء. إعداد وتقديم سهام محمد يوسف أبو الخير، وفي الإخراج رضا بدار. في العارضة التقنية عديلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وكل عام أيضا وأنتم بألف ألف خير. أحييكم لنتواصل معكم عبر أثير القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، لنتواصل أيضا في لقاء الأشقاء. لقاء الأشقاء لقاء للتواصل بين أبناء الوطن العربي. اليوم نلتقي في هذا اللقاء من الربط الأخوي بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجزائر، في موضوع ملح للطرفين، ملح لكل البلدان العربية وملح للنقاش نظرا لأهميته الشديدة وللشريحة التي يمسها هذا الموضوع. موضوعنا اليوم واقع الطفل العربي. إن مقاربة ملف الطفولة حقوقاً وقضايا، واقعاً وطموحات، تعني بالدرجة الأولى فتح ملف المستقبل وتسليط الضوء على شريحة أساسية من شرائح المواطنين. فأطفال اليوم هم بالحقيقة الثروة الإنسانية الكبرى التي ينتظرها الوطن من أجل التغيير والتطور، وبهذا فإن صورة الأوطان في المستقبل تتبدى ملامحها منذ اليوم جلية في وجوه الأجيال الطالعة. فعلى الرغم من بعض التطورات والتحولات الإيجابية التي طرأت مؤخراً على هذا الملف في بعض أقطار الوطن العربي وبدعم ناشطين من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، فإن موضوع الطفل العربي ما زال بحاجة كبيرة وماسة إلى الكثير من المهمات والجهود. فالطفل العربي ما زال يفتقر إلى العديد من التقديمات والمزايا التي يتمتع بها أقرانه في الدول الأخرى، وفي مقدمتها تقدير طفولته واحترامها، والإيمان الصادق بحاجته الحياتية والتنموية وإمكانياته الواسعة والكبيرة. فلا يكفي أن نسن القوانين ونوقع على المعاهدات والمواثيق إذا لم نكن مؤمنين أساساً بأن أطفال الوطن هم بدرجة أولى عدة رئيسية للتغيير، وبالتالي فلهم علينا توفير الظروف والفرص والأدوات الكفيلة بإعدادهم إعدادا يتناسب مع الهدف المعقود عليهم، انطلاقا من لحظة الإقدام على مشروع الإنجاب، مرورا بكل محطات الحمل والوضع والتغذية والنمو والتعليم والتخرج والعمل. وهذه المسؤوليات الجسام التي تتعدى مفهوم الغذاء والصحة والتعليم مطلوبة ومتوجبة على جميع العناصر التي تتعاطى مع الطفل، ابتداء من الأبوين والأسرة العائلية إلى المجتمع والمدرسة والدولة. معي في الاستوديو ضيفين، معي الدكتور ناصر جابي، أستاذ وباحث في علم الاجتماع بجامعة الجزائر. أهلا سيد ناصر. أهلا وسهلا. ومعي السيدة مسعودان خيرة، عميدة شرطة، رئيسة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني. أهلا سيدتي. أهلا، وكل عام وانتم بخير يا رب. ومن المملكة العربية السعودية معي الزميل سليم الغامدي. أهلا يا سيد سليم. أهلا وسهلا أختي هام، الله يحييك. الله يسلمك. أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين، واسمحي لي أيضا أن أرحب بضيفي هنا من المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الرحمن الصبيحي، وهو خبير في اللجنة الوطنية للطفولة.
نرحب به ونرحب بك ونرحب بضيفيك الكريمين أيضا. نحن أيضا نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء، ونتمنى أن نثمر هذا اللقاء بالعمل والجد في هذا وطرح هذا الموضوع بجدية أكبر. سأبدأ أولا سيد سليم بسؤالي الأول حتى لضيفك الكريم. كيف لنا أن نطمئن إلى غد أطفالنا ونحن نطالع كل يوم يعني آلاف المنشآت المعمارية الباهرة التي قامت على حساب البيئة، على حساب مساحات خضراء، من غير أن ينطلق صوت واحد للمطالبة بإقامة حديقة أو مرفق أو نادي أو مسرح مخصص للأطفال؟ أتفضل سيد ناصر. نعم، صباح الخير وتحية للإخوان في الاستوديو في الرياض. وضعية الطفولة في العالم العربي أو الوضعية التي يعيشها الأطفال في العالم العربي لا تقتصر فقط على هذا الجانب، على جانب العمراني أو سوء تسيير الجانب العمراني، لأن العالم العربي الآن من ميزاته نقطتين. نعم. أن ديموغرافيا نسبة عالية للأطفال. أيوة. نحن نتميز بأننا مجتمعات أطفال، مجتمعات لا زالت فيها نسبة الطفول الأطفال والشباب الله يدومها يا سيدي عليهم عالية جدا، وهذا شيء إيجابي في حد ذاته، لكن لابد من مراعاة طريقة تسيير هذه الثروة البشرية. أكيد. هل نحن في عالمنا العربي نملك القدرات، نملك التصورات لتسيير هذه وندرك أيضا التحديات اللي تواجهنا؟ النقطة الثانية تتعلق بالجانب العمراني، أننا مجتمعات تتجه للتحضر. نحن مجتمعات أصليا تاريخيا مجتمعات بدوية، مجتمعات ريفية، مجتمعات، وفي السنوات الأخيرة في العقود الثلاث أو الأربع الأخيرة هناك اتجاه إلى أن العرب يتحولون إلى حضر. أكيد. في بعض الدول أغلبية السكان الآن يعيشون في المدن الكبرى والمتوسطة. العواصم أصبحت المدن الكبرى التي تفوق الملايين السكان أصبحت ظاهرة موجودة في العالم العربي بقوة، وهذه الصورة التي نملكها حول أنفسنا صورة مجتمعات ريفية بدوية الآن تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشارك بها في بداية الحصة هي أن هناك ثقافات، كل مجتمع يتميز بثقافة معينة تجعله يتصرف بطريقة معينة مع أطفاله، مع بناته. هناك قيم للتنشئة، هناك قيم لتنشئة البنات، هناك قيم لتربية الأطفال، هناك طريقة معينة لكل مجتمع، لكل وسط اجتماعي. والله أنا بدأت بالبيئة سيد ناصر، أنا بدأت بالبيئة يمكن لأنه الجانب الغير مطروق أو الغير البعض يعتمدها غير ذات أهمية. لا بالنسبة للطفل إذا قلنا بأن أغلبية السكان الآن العالم العربي يعيشون في المدن، يطرح مشكل جدي هو مشكل المدينة، مشكل العمران، ومشكل كيف نتعامل. هل نملك سياسات، قوانين تحمي الأطفال عندما يخرجون للشوارع، عندما يذهبون إلى المدرسة، حوادث الطرق التي نعيشها في العالم العربي للأسف. في دراسة أخيرة اكتشف يعني وصلوا إنه البلد الوحيد يمكن هي الأردن التي تحافظ على حماية الطفل، إنه الأرصفة تكون عالية، طريقة عمل. فيه مشكل جدي أننا مدننا الآن عندما نشاهد القاهرة ب 18 مليون، العاصمة ب 3 ملايين أو 4، الدار البيضاء ب5 ملايين، المدن الكبرى التي ظهرت كظاهرة في المجتمعات العربية. هل نملك قوانين؟ هل نملك سياسات؟ هل نملك إمكانيات للحفاظ على أطفالنا في الشوارع وهم ذاهبون إلى المدرسة، وهم خارجون منها، وهم يلعبون، وهم يرفهون عن أنفسهم؟ هل نملك نحن الذين قلنا عن أنفسنا وكنا لوقت قريب مجتمعات بدوية وريفية، كانت عندنا ثقافات أخرى، يعني إذن هناك ثقافة هناك، لكن مشكل ثقافي ومشكل كذلك سياسات وقوانين تحمي هذا الإنسان العربي، هذا المواطن العربي الشاب والطفل في هذه الفضاءات العمرانية الكبرى التي لا نتحكم دائما فيها. طيب سيد عبد الرحمن الصبيحي، واقع الأطفال العرب في مجمله غاية في الصعوبة. لا نبالغ إذا قلنا أن الطفل العربي لا يعيش طفولته، يعني لا يعرف معنى الطفولة. كيف تعلقون سيدي على هذا الموضوع؟ نعم رحيم، أشكركم بداية على استضافتنا في هذا البرنامج والاشتراك مع إخواننا الجزائريين في مناقشة قضية هامة من قضايا العرب وهي قضية الطفولة. الحقيقة يعني أنا سعدت يعني جدا قبل أن أجيب على السؤال حينما سمعت بأن هناك مكتب لحماية الطفولة وجنوح الأحداث لديكم في الشرطة في الجزائر، وهذا طبعا من المكاسب التي نفخر بها، بأنه توجد بعض الدول العربية لديها مثل هذه المكاتب، ويرأس مثل هذه المكاتب نساء يكون أقرب إلى الأطفال
يعني ليس كما هو معمول به في كثير من الدول العربية، بأنه الأحداث والأطفال يحالون إلى الشرط ويقابلهم الرجال بكل الغلظة والشدة المعروفة عن الرجل. هذا جانب. بالنسبة لسؤالك يا أختي، أنا حقيقة يعني لم أسمعه جيدا، لكني فهمت منه جزئية معينة، فبودي لو تعيدونه بوضوح حتى أستطيع أن أجيب عليه إجابة كاملة. أوكي. سيدي، قبلها سأرحب بضيفتي التي التحقت الآن بالاستوديو، السيدة مسلم سي عامر منيا، محامية لدى المحكمة العليا وعضو المجلس الوطني للأسرة والمرأة وأمينة عامة لجمعية راشدة وعضو مؤسس لمؤسسة القدس في الجزائر. أهلا سيدتي. سيدي، سأعيد عليك السؤال. واقع الأطفال العرب في مجمله غاية في الصعوبة، لا نبالغ إذا قلنا أن الطفل العربي لا يعيش طفولته ولا يعرف معنى الطفولة. ما هو تعليقكم؟ طيب، أنا بس ودي يعني أبين وجهة نظري في هذا الجانب. الطفل العربي ليس كما هو معروف عنه بأنه لا يعيش طفولته بالصورة التي يفهمها الآخرين. الطفل العربي هو طفل يقع بين كتلتين، بين الطفل في الدول المتقدمة وبين الطفل في الدول الفقيرة، يعني فقرا مدقعا. فلا يمكن أن نقارن الطفل العربي بطفل يعيش في السويد أو في أوروبا، ولكن كذلك لا يمكن أن نقارن بطفل يعيش في نيبال أو في السنغال أو في بنغلاديش. هو بين، لكن نحن طموحنا دائما في الرقي بأطفالنا وتحقيق الرفاهية لهم. تدعونا دائما أن نشعر الآخرين بأن الطفل العربي يعاني، وأن الطفل العربي كسيح، وأن الطفل العربي لا يتمتع بمزايا، مما يعكس صورة غير واقعية للآخرين عن الطفل العربي. نعم، لدينا مشكلات في العالم العربي، لدينا أطفال شوارع، لدينا عمالة أطفال، لدينا أطفال يتزوجون وهم صغار، لدينا ختان الأطفال، لدينا إيذاء في المنازل وفي دور الرعاية، ولكن هناك خدمات تقدم للأطفال كما ذكر الدكتور ناصر، أو ذكرت حقيقة لا أتذكر، أن الأردن لديهم من الأمور التي تساعد في مجال المدينة صديقة الطفل. أي والله. نعم، فأنا أقول مثل الأردن، وكذلك لدينا في السعودية الآن أنظمة تجبر كل الجهات الحكومية والأهلية بخدمة الطفل، ولدينا مستشفيات صديقة للطفل. وكنت أتكلم مع زميلي سليم الآن عن إحدى المستشفيات الأهلية الخاصة في السعودية أصبحت صديقة للطفل. طيب، سيد عبد الرحمن الصبيحي، هل عجزت بلداننا العربية، ونحن نعرف أن أكثر بلدان العربية هي بترولية، على توفير وتأمين مستقبل الأطفال العرب حتى لا نستطيع أن نقارنهم بالسويد مثلا؟ يا ريت يعني معظم البلدان العربية هي بترولية، كيف يعني تعجز البلدان العربية البترولية على توفير وتأمين مستقبل أطفال العرب؟ الدول العربية أستاذ الكريمة ليست عاجزة في هذا المجال من الناحية المادية، هي عاجزة عن الخبرة، هي عاجزة عن الفكرة، ليس لديها خطط مرسومة. لكن بالنسبة للمال، أتكلم عن دول الخليج، لديها من المال ما يكفي لأن تطور لأطفالها ما يعني يتجاوز الدول المتقدمة. ولكن القضية ليست قضية ادفع مال وخذ تطور فقط، لا، هي تحتاج إلى وقت طويل، هي تحتاج إلى خبرات، تراكم خبرات، هذه غير متوفرة بصورة كاملة. سيدي إذا أنت سيدي الدول الأوروبية، اسمح لي في نقطة أخرى. سيدي، الدول الأوروبية تمتلك قانون فقط، أما نحن العرب نمتلك قانون وشريعة. ما هي هذه المفارقة؟ يعني نحن نمتلك شريعة. الدكتور عبد الرحمن ربما ذكر الخبرة والمشكلة التي نعاني منها. ذكرت بأن أكثر الدول العربية والخليجية تحديدا هي من قادرة ماديا، وذكر الدكتور كذلك ليس هناك إشكالية في المادة، ولكن يبدو لي أن الإشكالية في إيجاد المتخصصين في علم الطفولة. يعني هذا علم مستقل بذاته، يحتاج إلى متخصصين أكفاء على مستوى عالي من التأهيل والخبرة والاهتمام بهذه الشريحة الهامة جدا في حياتنا وفي مجتمعاتنا العربية. الطفل أعتقد تماما بأنه يعني يمثل شريحة مهمة جدا في حياة أي مجتمع. عندما ننشئ طفل
على مستوى عالي من الثقافة، من التعليم، من الاهتمام، من الرعاية الصحية والطبية والتعليمية والثقافية. بالتالي سيكون هناك بناء للمجتمع في المستقبل. طيب. وأعتقد بأن الدكتور عبد الرحمن يشاركني الرأي في هذا الكلام. نعم بالتأكيد أشارك في هذه النقطة. أضيف يا أستاذ سهام بأنه يعني كما أشرنا من قليل أنه لا يمكن أن ننقل الخبرة، لا يمكن أن نأتي بخبراء في مجال الطفولة من دول أوروبية نقول طبقوا يعني خبرتكم لدينا. لا يجوز، لا يمكن. معناها أن نضيع يعني هوية الطفل في البلد. لذلك نحن نعمل ونراكم الخبرة في سبيل تحقيق الهدف المستقبلي بإذن الله. عذرا ولكن نحن نمتلك، وهذه فقط يعني قبل أن نتطرق إلى المحور الآخر، نحن نمتلك خبرة هي الشريعة الإسلامية التي حافظت على الطفل قبل حتى أن يولد. طيب سيدة منية، كيف نرفع شعار الطفولة السعيدة ونحن ما زلنا نشهد موت الكثيرين طبعا من الأطفال نتيجة الإهمال أو حتى الجهل، العوز؟ يعني كل يوم تصدمنا صورة أطفال متشردين متسولين بالمئات على قارعة الشوارع. تفاجئنا طوابير الأطفال الذين ينتظرون مقعدا دراسيا لهم في مدارس الوطن العربي مع بداية كل عام. يعني كيف نستطيع نواجه هذه المشاكل؟ أولا مساء الخير وشكرا لك سيدة سهام على الاستضافة. وأبدأ مما انتهى الدكتور جابي. فعلا إذا ما أردنا سياسة أو مستقبل رفيع لطفولتنا التي هي في كل الدول العربية، مستقبل كل الدول وتقدمها هو طفولتها، لأنه الطفل هو مستقبل كل دولة. لابد علينا من سياسات. الإرادة السياسية التي تطرح أو ترخص سياسة خاصة بحماية الطفولة من كل الجوانب. أنا عندما أتكلم عن الطفولة نتكلم عليها من كل الجوانب: اجتماعية، اقتصادية، دراسي في الدراسة، في البيت، الحفاظ عليها في الأسرة، في الشارع، سن قوانين صارمة في كل هذه المجالات من أجل الحفاظ على الطفل وحمايته والحفاظ عليه من كل الأمراض الاجتماعية وكل العنف الذي يستطيع أن يتطرق أو يتطرق إليه أي طفل. لا بد علينا من سياسات. حقيقة أختي هام تتكلمون عن الماديات مهمة جدا، ونحن رأينا في دول أوروبية في الغرب كيف يعملون كل ما في وسعهم حتى تكون حياة رفاهية للأطفال. ولكن عندهم كذلك أرمادة من القوانين الصارمة التي تحمي الطفل في كل هذه المجالات. لا ننسى أن الطفل عنده هو عالم كوحده. الأستاذ جابي أظن عنده دراسة خاصة أنه الطفل عالم الطفولة عالم لوحده. وأنا أشاطر ما جاء به الأخ في العربية السعودية الذي يقول سيد عبد الرحمن الذي يتكلم عن الخبرة، عن الكفاءات. لابد علينا من الدول العربية من تكوين يعني مكونين مختصين في عالم الطفل، لأنه بسيكولوجيا الطفل وحدها، بيداغوجية الطفل في التعليم وحدها عالم وحده، كذلك سياسة الطفل في الرفاهية واللعب كذلك وحدها، الطفل معاملته في الأسرة يعني عالم وحده. تعامل الأولياء مع الطفل مهم جدا. الوسط الخارجي مهم جدا أختي هام. إذن عندما نسطر هذه السياسة للطفل في كل هذه المجالات، نحن في الجزائر معنا السيدة السعيداني مشكور اللي تبذل الكثير من الأشياء في الشرطة الجوارية. نتكلم على الشرطة الجوارية في الجزائر، وهذه يعني خطوة جيدة أمام عالم الطفولة وأمام حماية الطفل من كل العواقب، من كل الجرائم التي يتعرض لديها الطفل، من عنف أسري، عنف يعني خارجي، عنف جنسي، يعني اختطاف. لا ننسى أن عندما نتكلم عن الماديات لابد أن ندعمها من قبل بسياسة واضحة لحماية الطفولة من كل الجوانب. نعم. طيب. اتهام يعني إذا سمحتي لي تفضل. يعني أن أوجه سؤالا للدكتور عبد الرحمن لدي هنا، وهو أيضا استكمالا لحديث ضيفتك الكريمة فيما يتعلق بإيجاد قوانين يعني تحمي الطفل على غرار حماية حقوق الإنسان بشكل عام.
فالدكتور يعني عبد الرحمن، هناك يعني ذكرت أيضا زميلتي سهام في بداية حديثها عندما تحدثت عن بعض الدول الغنية وتأثيرها على الأطفال، فقلت بأنه لا يوجد إشكالية في توفير المال للطفل. الكثير من الأسر بدأت يعني تجلب العمالة المنزلية والمربيات أيضا في سبيل تربية الأطفال، وبالتالي يبتعدون عن الأسر وعن ثقافة الأسرة. بودي أن أستطلع رأيك يعني دكتور عبد الرحمن الصبيحي في هذا الجانب. بداية دعني يعني أشير إلى نقطة مهمة، وهي من الإنجازات التي تحصل في المملكة العربية السعودية، ألا وهو نظام حماية الأطفال من الإيذاء والإساءة والإهمال، والذي تم إعداده حاليا ورفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتم إحالته لمجلس الشورى لنقاشه، ونتوقع أن يصدر خلال هذا العام أو العام القادم بإذن الله. هذا النظام سيكون هو الفيصل في وضع حد لإيذاء الأطفال في المملكة العربية السعودية. نحن نعترف بوجود الإيذاء، هو موجود في كل الوطن العربي، نحارب هذا الإيذاء بهذا النظام. بالنسبة للعمالة المنزلية، قد يكون الخليج العربي خصوصا هو يتميز بهذه الميزة لوجود كثرة الخدم وكثرة المربيات فيه. ولا أخفي الجميع، نحن حقيقة أمام طوفان، حقيقة أمام كارثة، أمام مشكلة، سميها ما شئت، لكن هي مشكلة كبيرة. الوقائع الموجودة الآن التي تحدثنا عن ما يحصل من الخدم أو السائقين حيال الأطفال يقشعر لها البدن الحقيقة، وهي بالمناسبة هي مصورة بالفيديو من خلال كاميرات مخفية. حينما تنظر لهذه المقاطع الفيديو فعلا تجد أنك أمام أشخاص يعني لديهم أمراض نفسية، أتوا من بلادهم وهم يحملون عقائد فاسدة في بعض الأحيان. بعضهم مريض نفسيا وأتى بمرضه وبدأ يمارس هذه يعني الشذوذ في على الأطفال، أو انتقاما دكتور عبد الرحمن يعني نعم. من رب الأسرة ومن الأم عندما تعامل الخادمة أو المربية بأسلوب ربما غير جيد، فبالتالي هذه المربية تفرغ طاقتها تماما في هذا الطفل المسكين. بالتأكيد، وهذا من أهم الأسباب الذي هو سيدي سيد سليم الغامدي، بالنسبة للظواهر سنحاول أن ندرجها في الساعة الثانية لمناقشتها بعمق أكثر، لذلك خلينا نروح هل لابد سيدة مسعودان، هل لابد من سن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية شيء الأولى أن نحميه من تلقاء أنفسنا؟ والله في البداية نفتح قوس باش نعرف بالمكتب حماية الطفولة التابع للأمن الوطني الجزائري. هو مكتب طبعا وطني يشرف على فرق حماية الطفولة المتواجدة عبر محافظات الجزائر، وهي 48 يعني فرق حماية الطفولة في الجزائر موجودة على التراب الوطني ككل. أما بالنسبة للعاصمة، ويعني نظرا للكثافة السكانية الموجودة في العاصمة، هناك 3 فرق حماية الطفولة، وهذا من أجل دائما حماية الطفولة. أضيف إلى ذلك كما ذكرت الأخت منيا، هناك أيضا نحن بصدد ترسيخ الشرطة الجوارية التي أقرب يعني إلى المواطنين، وبالتالي كشف الانحراف أو الشذوذ أو الآفات الاجتماعية مبكرا في المجتمع الجزائري. هذا من جهة. بالنسبة للقوانين، أقول القوانين وحدها لا تكفي. مثلا في الجزائر هناك قوانين، هناك ترسانة قانونية يعني لا توجد مثيلها حتى في البلدان الغربية، ولكن القوانين وحدها لا تكفي. والآن أقول بالنسبة للمجتمع العربي هناك أزمة أخلاقية حادة، هناك سلوكات شاذة التي أدت حتى يعني الاعتداء حتى على البراءة وهم الأطفال. ولكن رغم أن يعني القرآن الكريم يعني هناك آية تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون هما زينة الحياة الدنيا. ولكن فما بال يعني ونجد أطفال يعني في سن يعني حتى أقول الحديثي العهد بالولادة ينكل بهم ويغتصبون يعني من طرف أناس راشدين، أقول
متدينين، ومع الأسف يعني ترتكب هذه البشاعة. وأقول هنا يعني القوانين وحدها لا تكفي إذا ما كانت هناك يعني ثقافات ترسخ في الذهنيات العربية. الآن يعني نحن بصدد أزمة أخلاقية وذهنيات مريضة يعني أصابت المواطن العربي. طيب دكتور ناصر جابي، كيف نعلن التزامنا بشرعية حقوق الطفل العالمية ونحن ما زلنا يعني في أغلب مجتمعاتنا العربية لا ندرك أن عملية الإنجاب، يعني عملية إنجاب الأطفال ليست إشباعا فطريا لنزعة الأبوة والأمومة فقط، ولكن هي أسمى من ذلك بكثير، يعني تتوقف عليها حركة الحياة، يعني ليس يعني حركة الحياة تجددها وليس استمرارها. بالتالي فهي مسؤولية ومعرفة وتضحية تتوجب وعيا كاملا بشروط وواجبات السلامة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل القادم. السيد سهام، فيه دراسات عربية معروفة، مثلا دراسات الدكتور هشام شرابي يقول بأن في العالم العربي للأسف فيه كثير من التدريب للكثير من المهن. حتى تكون نجار يتم تدريبك، حتى تكون ميكانيكي يتم تدريبك، لكن كلنا في مجتمعاتنا متفقين بأن وظيفة الأب وظيفة الأم لا تحتاج إلى تدريب، لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى تهيئة، لا تحتاج إلى، ونكتفي حتى الآن بما نعرفه من سلوكات ومن ثقافة في المجتمعات، في الأسرة، داخل الأسرة، مع تحولات اجتماعية رهيبة جدا نعيشها. يعني أننا عندما نقول بأن المرأة العربية كانت وتربية الطفل كان وأن الدين يحمي لوحده وأن القوانين وحدها تربية الطفل يعني معلقة بالأم فقط، يعني احنا أثرناها في العدد اللي فات، يعني تربية الطفل الأم فقط، وكأن الأب متفرج، والأب مسؤولية الأب، مسؤولية التحولات التي تعيشها داخل الأسرة العربية في السنوات الأخيرة. ربما لا يصح ولا يحق لنا أن نتكلم عن أسرة عربية هكذا في المطلق، لأن في خصوصيات من بلد إلى بلد. مثلا ظاهرة الخدم في الجزائر غير معروفة، مثلا احنا عندنا الجزائر غير معروفة ظاهرة الخدم، في المجتمعات الخليجية معروفة أكثر، في لبنان، ربما في المغرب جزئيا، لكن في الجزائر غير موجودة. لكن فيه ظواهر أخرى موجودة في الجزائر ربما قد لا نجدها في المجتمعات الخليجية. إذن يعني الفكرة أننا كما قالت السيدة مسعودان، هناك قوانين، هناك ضرورة قوانين، هناك ضرورة تحسين دائم للقوانين حتى تحمي، هناك ضرورة لسياسات عامة، سياسات تقوم بها الدولة ومؤسسات الدولة، لكن ليست دولة وحدها. هناك الأسرة، هناك المدرسة، هناك المجتمع المدني، هناك الإعلام، هناك، لكن الفرد كذلك، هناك المسؤوليات تاع الأم، تاع الأب، تاع الجيران. لأننا عندما نتكلم في السابق، الطفل العربي والبنت العربية كانت يقوم بتربيته قرية كاملة فعلا. الحي كان يراقب سلوكات البنت ويراقب سلوكات الابن وأولاد الجيران. الآن هذا الحي وهذه الأسرة وهؤلاء الجيران لا يقومون بهذا الجانب الإيجابي فقط، قد يقومون ربما لأننا تحولنا إلى أسرة نووية، قد يقومون بجانب سلبي. الاعتداءات كثيرة، والإحصائيات تثبت في العالم العربي بأن الاعتداءات تأتي من الأقربين، تأتي من الجيران، تحصل في المدرسة، داخل الأسرة، في المدرسة، تأتي في أماكن لا نشك فيها تماما. إذن هناك ومن شخص لا نشك فيه من الأقارب، يعني المباشرين، من الجيران إلى آخره. إذن هناك تحولات لابد أن تراعى، هناك تحولات ليست دائما إيجابية، هناك تحولات في جانب كبير منها سلبي، لابد أن تراعيها هذه القوانين. لابد أن نطور من قوانيننا، لأن القوانين ليست كافية دائما وحدها، وليست تامة، ليست، فيه فراغات كثيرة، فيه فراغ قانوني في كثير من الجوانب. والسيدة منيا أو السيدة خيرة ممكن أقرب وأعرف مني بالأمور هذه. طب سيدي، مسألة حقوق الطفل هي مجرد اعتراف نظري فقط أنه الطفل هذا عنده حقوق وانتهى؟ لا تكفي، لابد من القيام بها، لابد من نشرها حتى تتحول إلى سلوك. لأن في بعض الأحيان قوانيننا، احنا دول تمضي الاتفاقيات، وزارات العدل والبرلمانات تشرع، لكن القوانين لا تنزل إلى الممارسة الفعلية للتطبيق. القوانين كلنا نعرف القوانين المتعلقة بهذه الجوانب التي تثير فيها جوانب ثقافية، قيمية، سلوكية. عندما نصل إلى الأسرة، الكثير من الآباء، الكثير من الأمهات يعتقدون بأن القانون لا حق له في دخول في العلاقات الأسرية، لا يتحكم في هذا الجانب. عندما نصل إلى الأسرة، الأب قد يقول لك بأنني أنا أولى بتربية ابني، ولا حق للدولة ولا حق للقانون أو المجتمع في مراقبة هذه التربية.
العربية. إذن نحن أمام سؤال يتعلق بكيف يصل هذا القانون، هذه الحماية، هذه المؤسسات إلى داخل الأسرة، ليس للقضاء على صلاحية الأب أو الأم، ولكن لمراقبة، لوضع قوانين تحمي. ويبدو لي هذا هو التحدي، يعني نخرج من إطار المصادقة العامة على قوانين أو سن قوانين عامة أو تشريع قوانين عامة، لكن لا نجد لها الأثر أو نجد أثرها ضعيف وقليل على مستوى السلوكات اليومية للمواطنين. طيب سيد عبد الرحمن، أتحدث أيضا مع الدكتور عبد الرحمن. والله قبل أن تتحدث معه عندي موضوع كمان أبغى أربط معاه النقطة فقط. سيد عبد الرحمن الصبيحي، كيف نصدق أن حقوق الطفل العربي مرعية محفوظة؟ نحن أمام أنظمة أكثرها لا يؤمن بأن المستقبل هو ملك للمواطن الكوف الجدير. طبعا الأخوة الأفاضل الضيوف كانوا يتكلمون عن قضية وضع أنظمة ولا بد من وجود أنظمة. أنا أقول هناك نظام عالمي ألا وهو اتفاقية حقوق الطفل، والمملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية وقعت على هذه الاتفاقية، وإذا وقعت أي دولة على اتفاقية فإنها تعتبر جزء من نظامها الداخلي وتكون ملزمة التطبيق على المستوى الداخلي. إذن نحن لدينا نظام ولكن سيدي، هناك من يقول أن هذه الحقوق لا تنسجم مع الأنظمة العربية أو هذه الاتفاقية الدولية تنسجم مع الأنظمة العربية الداخلية. أنا أختلف مع من يقول هذا الكلام. هذه الأنظمة تتفق، هي حقيقة فيها جزئيات لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولكن لكل دولة الحق في التحفظ على الجزء الذي لا يناسبها. مثلا المملكة العربية السعودية من الأمثلة التي تحفظت عليها قضية التبني، فتحفظت المملكة، قالت بالنسبة للتبني لا. والجزائر أيضا، سيدة منية تقول أن الجزائر أيضا يعني. نعم، جيد. لذا أعود للحديث وأقول أنه لدينا نظام، ولكن من يطبق النظام ومن يعاقب الذي لا يطبق النظام؟ هذه هي الإشكالية التي نعيشها. نحن هناك يعني انفصال بين الأنظمة وبين من هي الجهة التي تطبق هذه الأنظمة ومن هي الجهة التي تعاقب الأشخاص الذين لا يطبقون محتواها. هنا لدينا تفكك في يعني كتلة التعاون بين الجهات التي تحمي هذا الطفل. لذلك حق الطفل مهدر بين عدة جهات، كل جهة ترمي بثقلها على الأخرى. نعم. هل أنت يعني دكتور عبد الرحمن تطالب بإيجاد جهة يعني قانونية مثلا في أي بلد عربي يتم اللجوء إليها عندما يكون هناك مثلا ظلم للأطفال أو تعريض الأطفال للعنف الأسري، بعيدا عن الجهات القانونية الأخرى المتعارف عليها في الوسط الاجتماعي مثلا؟ مش للدرجة هذه، لا. أنا أطالب بأنه في كل بلد يكون هناك يعني جهة تنسق الجهود، ولكن هذه الجهة لابد أن تعطى حقها من الاحترام وتعطى حقها من الاعتراف على المستوى السياسي في الدولة، بمعنى أن تكون رئاستها لأعلى الهرم السياسي في البلد ليكون لها دور فاعل. في بعض دول الخليج هناك مثلا مجلس للأسرة أو مجلس للطفولة، الرئيس الفخري لهذا المجلس يكون رئيس الدولة، ولذلك نجد اهتمام كبير بهذا المجلس، ونجد يعني أنه يحقق أشياء أفضل من ما هو موجود في الدول التي يكون فيها مجالس أو لجان للطفولة ولكن يرأسها أشخاص عاديون تعود يعني رئاستها لوزراء مثلا على المستوى الوزاري. فلذلك نحن في حاجة إلى كما قلت إلى أن يكون هناك كتلة واحدة تعمل كلها مجتمعة في سبيل حماية حق الطفل، تحديد من يقوم بالواجبات، تحديد من يعاقب، تحديد مسؤوليات الأفراد سواء على مستوى الأسرة أو المدرسة أو الشارع. نعم أختي هام، يعني إذا سمحتي لي أن أوجه سؤالا للدكتور عبد الرحمن لدي هنا، ونحن نتحدث دكتور يعني عن أهمية الطفل في حياتنا ويعني إيجاد الأجواء المناسبة لحياة الطفل. أعتقد بأنه ثقافة الأب والأم فيما يتعلق بتربية الأبناء قليلة نوعا ما في الكثير من الأسر. يعني تجد الأب عندما يقدم على الزواج ربما هو صغير في السن، أو كذلك الأم ليس لديها إلمام كثير بأمور تربية الأطفال على الطريق الصحيح. هل ربما تؤيدني في إيجاد مثلا دورات تأهيلية فيما يتعلق بتربية الأطفال بعد الزواج مباشرة، سواء كان ذلك للأب أو للأم؟ نعم، أنا أؤيدك يعني تأييد تام، ونحن
في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بدأت بعض الجهات تقوم بإعطاء دورات تدريبية للمقبلين على الزواج وللمتزوجين حديثا. لكن أنا حقيقة أعود يعني في هذا الموضوع اللي تحدثت عنه إلى ما ذكر الدكتور ناصر، وهو أن هناك أهمية للتعليم كل مهنة. فإذا كنت تريد أن تكون نجار لابد أن تتعلم النجارة. أنا أقول كما قال يعني أنه حتى تتزوج لابد أن تعرف الزواج، وحتى تنجب لازم أن تعرف التربية. للأسف الشديد أصبحت القضية قضية تفاخر فقط بالإنجاب وبالأبناء، أصبحت القضية قضية إدمان إنجاب فقط لا غير، وإدمان زواج حتى يعني. نعم، وإدمان زواج كذلك كما قلت. يمكن احنا في الدول الخليج لدينا التعدد ظاهر، لكن في الجزائر قد يكون نادر. ممنوع. ممنوع هذه. لا، احنا مفتوح، وفيها البعض يشجع على هذا الأمر حقيقة. فبالتالي لدينا يعني إدمان في عدة نواحي اجتماعية في هالجانب. ولكن آخر سؤال يسأله الأب: من سيربي هذا الكم من الأطفال؟ هذا هو آخر سؤال يسأله، هذا إذا سأل طبعا، لكن في الواقع هو يعني لا يسأل عن هذا. أهم شيء كم لدي من الأبناء، أصبح لي قيمة في المجتمع بكثرة أبنائي، لكن ماذا سيحصل، ما هي ظروفهم، ما هي نفسياتهم، هذا لا يعني في شيء. طيب، لدي تعليق هنا في الاستوديو على من سيدة منيا وسيد ناصر جابي، سيقومون بالتعليق على ما قاله سيد عبد الرحمن الصباحي، وننتقل إلى نقطة أخرى. سيدة منيا. شكرا أختي هام. أنا أبدأ مما انتهت السيدة مسعودان والدكتور جابي. أثارت نقطة مهمة جدا، أن القوانين لا تكفي، هناك أزمة أخلاق يعيشها العالم العربي. وكذلك تكلم الدكتور جابي على أنه لا تكفي كذلك الأرمادة من القوانين، ولكن لا بد من تطبيقها بالنصوص تطبيقية. فعلا أختي هام، يعني في الواقع الجزائر كما قالت السيدة لدينا أرمادة من القوانين. الدستور في مواده يتكلم على إجبارية حماية الأطفال وإجبارية التعليم. قانون العقوبات لدينا باب كامل خاص بالأحداث والطفولة، نجرم التسول، الاعتداء على الأطفال، كل هذه الجرائم التي حتى الاعتداء، حتى لدينا قانون داخلي في وزارة التربية أنه ممنوع على المعلم من ضرب الطفل أو التلميذ داخل القسم، يعني لتأديبه، لابد من تأديبه بطريقة أخرى. إذن كل القوانين التي يعني لابد من سنها لحماية الطفل موجودة، لكن اللي غير موجود واللي راه يعاني منه المعالم العربي كما جاءت على لسان السيدة مشكورة، أنه هناك شيئين محورين مهمين أختي هان لابد التطرق إليهما والكلام عليهما بكل شجاعة، أنه هناك أزمة أخلاق في العالم العربي، وهذا جاء كما قال الدكتور من كل التحولات التي تعيشها الدول العربية. ولا ننسى أن نتكلم عن العولمة، لأن العولمة عندها جانب إيجابي وجانب سلبي يؤثر على الأسرة العربية وعلى المجتمع العربي. وكذلك للأسف لدينا في الدول العربية قوانين، ولكن النصوص التطبيقية لهذه القوانين ليست موجودة. إذن عندما نتطرق لهذه الجانبين ونتكلم عنهما بكل شجاعة ونحاول أن نجد حلول لهذا، خاصة أنا لماذا أركز على أزمة الأخلاق يا أختي؟ أنا محامية أكيد. تعالي إلى المحاكم، تقرؤون في الجرائد كل الجرائم التي هي ضد الأطفال نتاعنا. الأزمة التي تعيشها أزمة الأخلاق هذه، أنا سأتكلم بكل شجاعة على الاعتداءات الجنسية من الآئمة، حتى من الآئمة ضد أطفالنا الكتاتيب يقرأوا نبعثهم يتعلموا نتكلم سيدة منيا، ستتكلم عن الظواهر في الساعة الثانية من العدد، لذلك نحاول أن نلم بواقع الطفل العربي. سيد ناصر. أريد أن أقول بأن هذا الوضع الخاص بالأطفال وبالفروق الموجودة بين القوانين والتطبيقات ليس خاص بوضعية الطفل، هو اتجاه عام. تقرير التنمية البشرية ل 2005 يبدو لي الصادر في 2005 يتكلم على، وهو يتكلم عن العالم العربي، يتكلم على اسمها حقوق من ورق. حقوق من ورق بمعنى أننا أمام دول
أمام مجتمعات تنتج الكثير تعترف. الدساتير إذا قرأنا الدساتير العربية لا يوجد تقريبا دستور لا يتكلم فيه عن حقوق الطفل وعن حمايته وعن إلى آخره إلى آخره. القوانين العامة الأخرى كذلك تقوم بنفس الشيء، تتكلم عن النصوص التي صدرت بمناسبة مثلا حماية الأسرة، حماية الأمومة، حماية الطفولة، حقوق الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في كثير من الأمور كذلك موجودة. على مستوى القوانين التطبيقية، على مستوى الممارسات، نجد بأن هذه القوانين هذه الحقوق تفقد قيمتها ويتم تقليصها وتتحول إلى أشياء ربما لا نجدها في الواقع. عندما نتكلم مثلا أهم شيء حصل في العالم العربي في العقود الأخيرة، في 3 عقود أو 4 عقود، هو التعليم، انتشار كبير للتعليم. العالم العربي عرف انتشار كبير للتعليم في الريف، في المدينة، عند البنت، عند الذكر، عند الأنثى إلى آخره. لكن في الواقع لم نصل إلى نسبة 100% من التمدرس مثلا على مستوى الأطفال. العالم العربي لا زالت نسب التمدرس فيه ضعيفة، في بعض الأحيان لا تصل إلى حتى 70%. هذا على المستوى الابتدائي، المرحلة الابتدائية. في بعض الأحيان الجزائر حققت نسبة عالية 95 أو 97%، لكن حتى الجزائر في الحواضر الكبرى لم نصل إلى 100%. أين يذهب الآخرون؟ أين يذهب 20%؟ 20% الذين لا يتمدرسون رغم المجهود الذي بذل كما قلت في ميدان التعليم في العالم العربي كله، الذين لا يتمدرسون، الذين لا يدخلون المدرسة، هم مواطنون أميون في المستقبل، هم مواطنون فقراء، هم مواطنون غير أصحاء، هم مواطنون غير أسوياء في الغالب، هم مواطنون فقراء. إذن هذا على مستوى ظاهرة إيجابية يعني اللي هي انتشار التعليم. نفس الشيء نجده على مستوى الصحة، نفس الشيء يمكن الكلام عنه على الترفيه، نفس الشيء على مستوى التغذية، على مستوى الحماية من الأذى، الحماية من الاعتداءات إلى آخره. إذن نحن أمام حالة في العالم العربي، وهذا ما نبت إليه حتى الكثير من الدراسات، القليل من الدراسات عفوا التي أنجزت في العالم العربي، وين نلاحظ بأننا أمام دول فيها نصوص، فيها قوانين، فيها دساتير تحمي، لكن ليس هناك واقع يحمي. الواقع مختلف ومختلف كثيرا. سيد عبد الرحمن، معلش السيدة تفضلي. سيدة برك نعقب دقيقة راح تعقب سيدة برك خيرا وحننقل لكم الخط. سيدة مسعودان. ذكر السيد عبد الرحمن الصبيحي فيما يخص الجهة التي تنسق جهود القطاعات. مع الأسف هذه الإشكالية مطروحة يعني بحدة في الجزائر. نعم. عندنا عدة قطاعات تتكفل بجانب ما هو قضايا الطفولة. نعم. عندنا عدة وزارات، عدة قطاعات، مجتمع مدني، ولكن الجهة يعني اللي عدم التنسيق هذه الجهات مما أدى يعني تبحثر المجهودات أي الميدانية. والآن يعني حاليا هناك يعني وزارة الأسرة في صدد يعني مع الشركاء المعنيين بصدد إنشاء الاستراتيجية حول الطفولة. هذا من جهة. بالنسبة للتدريب كما ذكر الأستاذ جابي، بالنسبة للتدريب أو التكوين، هناك يعني بالنسبة لمصالح الشرطة تكونت يعني ضباط شرطة مختصين في حماية الطفولة، هذا من جهة، وكان يعني الخبراء أجانب يعني تكفلوا هذا الجانب. هناك أيضا حاليا يعني بالنسبة المدرسة العليا للقضاء هناك يعني بصدد إنشاء يعني برامج متخصصة لحماية الطفولة تجاه قضاة الأحداث، وهذا دائما بالتنسيق مع جميع القطاعات. يعني كل القطاعات موجودة للتكفل بهذه البرامج التكوينية تجاه القضاة الأحداث أو ضباط الشرطة، هذا من جهة. ولكن يعني نحن نتمنى أيضا هناك مشروع قانون فيه يعني ميكانيزم، طلبنا في هذا المشروع ميكانيزم يعني ينسق بين كل هذه القطاعات، ويعني يكون له الدور المراقبة لتطبيق النصوص القوانين ميدانيا، وهذا دائما لمصلحة العليا للطفل، وهي حماية الطفل من كل الإيذاءات أو الاعتداءات أو العنف الممارس عليه. طيب سيد عبد الرحمن الصباحي، كان السيد ناصر جابي يتكلم على المفارقات التي نعيشها الآن في الوطن العربي، يعني الصحة وهي العلامة الدالة والفارقة على قوة الدولة والمجتمعات، صحة الطفل على وجه الخصوص. هنالك يعني ازدهار غير مسبوق للدول، وهنالك أيضا تدهور للصحة، زيادة نسبة وفيات، مفارقات أيضا تعليم، زيادة التعليم أصبح في متقدم الآن في الدول يعني الوطن العربي، يعني خلينا نقول غير إلزامي ولكن هو مجاني. يعني التعليم في الدول العربية تقريبا كلها هو مجاني.
خلينا نتكلم على بعد كده على إلزامي، خلينا نخليها. لا، نلاحظ أنه التعليم في الوطن العربي يصل إلى 91% من المسجلين للسنة الأولى للدراسة. مع ذلك هناك نسبة الأمية بالبالغين في حدود 33% من مجموع السكان. ما هذه المفارقات سيد عبد الرحمن؟ طبعا المفارقة الأخيرة اللي ذكرتيها هي ناتجة عن التسرب أثناء الدراسة. يعني هناك كثير من الناس يعني لا يستطيع يفرق بين نسبة الالتحاق ونسبة التسرب. هذه هي الإشكالية اللي نعيشها. احنا عندنا نسبة تسرب كبيرة جدا في المرحلة الابتدائية. في المرحلة الابتدائية نعم. ولذلك بعض الدول العربية يعني ابتدعت أمرا جميلا، وهو أنه الابتدائية ما تكون 6 سنوات، لا أدخلت معها الإعدادية التي نسميها متوسطة، فأصبحت 9 سنوات، بحيث أن لا يكون هناك يعني مرحلة انتقالية يشعر بها الأهل والطفل، وبالتالي يقولون والله ما دام انتهى من الابتدائي إذن خلاص يتركه ويذهب للمرعى أو للمزرعة. فهذا ساعد على أنه نسبة التسرب تقل من المرحلة الابتدائية وتزيد في المرحلة المتوسطة. إذن هذا من بين الحلول للقضاء على ظاهرة التسرب. هذا حل، ولكنه ليس حلا ناجعا، يعني هو حلا بسيط جدا. ربما أيضا حل مؤقت يعني دكتور عبد الرحمن. نعم مؤقت أكيد. احنا نريد حل أن نصل بأطفالنا إلى أن يخرجوا من الجامعة، هذا اللي نريده. طيب التجارب العربية، لماذا لا نتبادل التجارب العربية؟ تجربة العراق وهي الرائدة، حيث يعني وصلت نسبة الأمية في العراق 1 يا سيدي. لماذا لا يكون التعليم بعد، حيثما أنه التعليم مجاني، لماذا لا يكون إلزامي؟ هو إلزامي. أنت تعرفين أن كل الدول العربية إلزامي. احنا في المملكة بالسعودية صدر العام الماضي أو قبل العام قرار بإلزامية التعليم. في مصر إلزامية التعليم من عشرات السنين، ولكن من يلزم أولياء الأمور الطلاب بتدريس أطفالهم؟ ألا نستطيع أن نشرع أو نسن قانون لحماية الطفل؟ موجود يا أستاذ العزيز، التشريع موجود والنظام موجود والقرارات موجودة، ولكن من يطبقها؟ أليس بإمكاننا أن نجد مثلا جهة للمراقبة؟ سيدة خير مسعدان تفضلي. نحن نعتب على رجال الشرطة وعلى نعتب على رجال الشرطة، هذا قصدك؟ يمارسون دورهم المطلوب. هذا قصدك سيدة مسعدان؟ هذا يعني لازم لك الرد يعني. معلش تعذرني، أنا بقول لك حاجة. حينما يأتي رجل الشرطة في الصباح الساعة 9 صباحا بسيارته الرسمية ويقف عند إشارة المرور ويجد طفل يتسول أو يجد طفل يبيع بعض المناديل أو الكلينكس أو إلى آخره، يمر من عنده مرور الكرام. لماذا لا يقف ويمسك الطفل هذا ويذهب به لدور الإيواء وتبحث حالته؟ هو طبعا يعني محمل بأعباء كثيرة، نحن نعرف هذا الأمر، ولكن هي أمانة أمام الله ثم أمام وطنه، بأنه هذه جزء من مسؤوليته أن يقف ويقبض على هذا الطفل ويذهب به للجهات المختصة. موضوع القبض على الطفل هذا سنناقشه بعد كذا، بس بعد ما ترد عليك سيدة مسعودة. أمام أزمة مواطن مخلص. أيوة طيب سيدة مسعدة تفضلي، هذا جواب لك. والله إلزامية التعليم وهذه موجودة في الجزائر وفيها نصوص، ولكن من يطبق هذه لا أظن الشرطي هو اللي يجبر يعني الأولياء على إلزام على أخذ أبنائهم إلى المدارس، هذا من جهة. ولكن في مشروع قانون طفل اللي بصدد يعني ولكن تستطيع أن تكون هنالك لجنة على مستوى البلدية التي لديها إحصائية عدد الأطفال المتمدرسين في كل بلدية، أن تراقب هذا الطفل خرج من المدرسة، هذا الطفل الآن يعمل، هذا الطفل متسول، هذا الطفل أين ذهب، يعني أين هو دور المجتمع المدني؟ الإشكالية المطروحة قلت قبيل التنسيق، هناك يعني جهات يعني غائبة على الساحة. الجماعات المحلية كما قلت البلديات لهم يعني الحق، يعني عندهم دور في إحصاء المتسولين ولا المرضى العقليين اللي يعني نجدهم في الشوارع المتشردين، ولكن هناك مع الأسف جهات يعني جهات غائبة على الساحة. يعني الدور المتسول ولا المرض العقلي ولا المتسرب مدرسيا ليس دور الشرطي ولكن هناك جهات يعني معنية بهذا الدور الاجتماعي. هناك مصالح اجتماعية، هناك دور البلديات يعني والجماعات المحلية بدرجة الأولى. وهذاك التنسيق اللي تكلمنا عليه قبل ذكره الأستاذ قبل قليل، هذاك يعني المشكل المطروح حاليا على المستوى خاصة في الجزائر. إن شاء الله تلقى له حل. قبل المخرج بيقول إنه باقي لنا 4 دقائق على الساعة الأولى، ولا أستطيع أن تمر الساعة الأولى دون أن أطرق يعني نقطة. ما هو أشد إيلام وحسرة هو تهافت العائلات العربية على أبواب السفارات الغربية طلبا للهجرة.
من أجل مستقبل أطفالهم، أو أضعف الإيمان إرسال الأمهات الحاملات إلى أشهر الوضع الأخيرة، يعني يبعثوا مثلا لدولة غربية حتى يحصل مولود على جنسية غربية، يعني حتى يكتفي يعني يوفر له مؤونة التفكير في شجون مستقبل ابنه المظلم. ما هي الوضعية سيد ناصر جابي؟ يبدو لي بأن موضوع الطفولة والأطفال وتربيتهم وحمايتهم إلى آخره هي جزء من كل يعني، ولكن هنا أصبح المواطن العربي يعجز عن لازم يفكر إنه يبعث مرته، يعني هي وضعية عامة. العالم العربي يعيش جنسية العربية لم تعد تفي بالغرض، يعيش أوضاع صعبة. العالم العربي فيه 5 دول أو 6 دول تعرف حروب واضطرابات أمنية. عندما نشاهد ما يحصل في الصومال وما يحصل في العراق وما يحصل في السودان وما يحصل في فلسطين، والله معلش والله سيدي لو يكون هذا التصرف من أي دولة هي نتيجة ضغط سياسي لا مش ضغط ولكن فقط، هذا موجود في الدول المستقرة الآمنة السعيدة. لا هذا وضع صعب. العالم العربي يعيش في وضع صعب، يعني زيادة على الحروب، هناك أوضاع اقتصادية صعبة للكثير من الفئات الهشة في السنوات الأخيرة، الأوضاع الصعبة كثيرا في كثير من الدول. العائلات العربية الأب الأم يعيش وضع اقتصادي صعب يخليه يفكر 1000 مرة في قضية، لدرجة أننا أمام تحولات ديموغرافية في السنوات الأخيرة تدل بأننا أمام قلة إنجاب. العالم العربي بعض الدول تونس الجزائر المغرب لبنان إلى آخره تعيش وضعية قلة إنجاب. ربما في دول الخليج الإنجاب لازال مرتفع، في السعودية يبدو لي أكثر، طب الحمد لله يكون في اليمن والسعودية اليمن والسودان ما زالت نسبة الإنجاب عالية، لكن في الكثير من دول أخرى قل الإنجاب. الوضع الاقتصادي والسياسي العام كذلك لا يشجع، هناك عدم استقرار، يعني زيادة على الحروب. أنا بدأت بالحروب والاضطرابات، لكن فيه أوضاع اقتصادية وسياسية لا تشجع. الأوضاع السياسية عدم استقرار، المواطن العربي غير آمن في بلده، لا يجد ما يكفي من حرية تعبير، لا يعبر عن همومه إلى آخره. وقد يكون التفكير في الهجرة هذه كأحد الحلول. يعني الآن شهدنا في الأسبوع اللي فات قريت في صحافة بأن هناك مواطنين سودانيين يتجهون نحو حتى إسرائيل ويخترقون الحدود بطريقة شكلية. هناك ظاهرة المغرب العربي التي نعرفها، ظاهرة الهجرة غير السرية هذه التي نلاحظها، هي دليل بأننا المواطن العربي يعيش أزمة ولا يثق بما فيه الكفاية في وضعه الاقتصادي والسياسي في بلده، ويفكر قد يفكر في الهجرة، وقد يفكر في أشكال أخرى سلبية، قد يفكر في هجرة من نوع آخر، قد يفكر في ما نشاهده من ازدياد في نسبة استهلاك المخدرات، ما نشاهده من انتحار، ما نشاهده من عنف. مضى الوقت سريعا، الساعة الأولى مضت سريعا. نشكركم على الاستماع للساعة الأولى، ونلتقي في الساعة الثانية بعد قليل.